إدلب مدينة فيها ملايين الناس اللي عم يحاولوا يعيشوا بأبسط الإمكانيات. بس شو ممكن تعمل ال10 دولار هون؟ هل بتكفي ليوم كامل؟ هن فعليا ما عم يشتغلوا، هن فقط عم يطلعوا بدل ما يعملوا شوبينج عم يعملوا شوفينج. اليوم رح نجرب نعيش بهذا المبلغ ونشوف شو ممكن يعمل معنا. جئناك حبا والسنون شواهد، ذابت قلوب العاشقين تفطرا. صرفت ال10 دولار وطلعت معنا 360 ليرة تركي. الغريب هو انه هون رغم انه محافظة سورية الا انهم بيتعاملوا بالليرة التركي، على عكس المحافظات الثانية اللي بيتعاملوا بالليرة السوري. طبعا الشيء الغريب هو هون إدلب والمحافظات الثانية. واكيد اول شيء لازم نعمله هو انه نفطر، فرح ناكل هلا عند مناقيش المصلي، معروف بالمنطقة، بيحكوا عنه انه كثير طيب. كثير اخذنا 4 جبنة، 2 محمرة وواحدة زعتر، كلفونا 50 ليرة تركي، يعني شي $1 ونص تقريبا. خلينا نشوف هلا كيف الطعم. والله بعد ما خلصنا اكل اخذت كمان انيات مي، كلفتني 5 ليرات تركي، يعني تقريبا شي 13 سنت. هي الدانا اللي كله بيحكي عنها انه مكان مولات وما بعرف شو كذا. الجانب الحقيقي من الدانا هو هيك. اطفال للاسف بالمخيمات هون ورانا في عنا خيمه، بعز البرد بعز المطر عم يكونوا. الخيام هي ما رح تحميهم من المطر، ما رح تحميهم من البرد. كمان برجع عيد مرة تانية رجاء للإعلاميين حاولوا تصوروا هي الأماكن، لأنه فعلا تجميل الواقع ما له شيء منيح. لازم تنقلوا الصورة بشكل حقيقي، ما تقدروا تحطوه بصورة براقة وجذابة بس مشان تجيبوا مشاهدات. اوكي؟ بعد يوم تصوير طويل وكنا كمان عم نصور لفيديو تاني، أخذنا هي مشان نعنش عصير. سعر الكاسة 100 ليرة مع المي، يعني شيء تقريبا 2.7 دولار. نسيت لكم شغلة، لما فطرنا 50 ليرة كان على شخصين، يعني على الواحد 25 ليرة، يعني أقل من $1، يعني صار المجموع كامل بحدود 130 ليرة، يعني على $1 تقريبا 3.5، يعني باقي معنا $6.5. لسنا نتغدى ونشرب قهوة. وصلنا هلا لشارع المولات اللي هو اكثر شارع معروف بإدلب. اغلب المولات هون عم تكون كليات اواعي، محلات اواعي. هذا المطعم هات بروست عم يقولوا انه طيب، ممكن نفوت نجربه. المطعم هذا اللي وراي طلع من اغلى المطاعم الموجودين حاليا بهي المنطقه، فنحن راح ناكل عنده. نشوف قديش الاسعار وخبركم ان شاء الله. ما شاء الله المطعم فعلا فخم، فيه طابقين، ديكورات حلوه، يعني هون بإدلب بصراحه ما شفت هيك شيء. بسم الله ما شاء الله، وحتى فيه زحمه، بس طبعا كله بسعره. يعني طلبت هي البرجر، برجر لحم مع بطاطا، وجبه يعني طلع سعرها 160 ليره، يعني تقريبا $4.5، يعني باقي معنا حاليا $2 الا شوي. رح دوقها واقول لكم اذا كانت منيحه. وعلى فكره هذا اغلى مطعم بالمنطقه. والله طعم البرجر خيال خيال، بسم الله ما شاء الله، يعني بصراحه ما توقعت تلاقي هيك مستوى بإدلب. وضمن حساباتي الدقيقه لل10 دولار خصصت 50 ليرة لتجربة جدا مميزة، التصوير مع نسر. ما بعرف إذا كان أفضل استثمار، بس الأكيد إنه كانت لحظة تستحق التوثيق. رح نختم اليوم فنجان قهوة شاي، ما بعرف شو فيني أجيب هلأ من عند كاندي. هيك هذا كاندي، باقي معي 15 ليرة، ما بعرف شو ممكن تجيب لي هي ال15. خلينا نشوف. هي الأسعار هيك عم تكون. طيب احسن الحمد لله نطلع بكاسة شاي طلع سعرها 15 ليرة بالضبط، فحاليا ما تلاقي معنا ولا ليرة. بس نحن فعليا ما فلسنا، نحن بس فلسنا من $10 اللي كانت معنا. في اشخاص هون حرفيا بيكون ما عنده غير $10 بالاسبوع، فخلص المصاري اللي معنا خلصت $10. طيب ختاما حابب نضيف شغله صغيره اللي كل اللي عم يشوف الفيديو. انا كنت عايش بتركيا، فانا بعرف انه هي $10 هي 350 هي فعليا حق وجبه غدا، ممكن الشباب يتسلوها بين بعضهم. بس لكن انا صار لي تقريبا شهر ونص ساكن بسرمدة، فانا فعليا انخرطت مع العالم وبعرف ان شو هي $10 بالنسبه لهم.
هي فعليا اجرت او مصروف عائلي لمده اسبوع كامل، صدق او لا تصدق. هذا فعليا هذا شيء انا اشوفه. العالم هون بسرمدة او بإدلب بشكل عام يعني هن فعليا 99% فقراء منهم. قابلت مع اشخاص كثير منهم وكان عم يحلف انه انا يا صديق ما بدوق اللحمه من العيد للعيد، من العيد الكبير للعيد الكبير. اللحمه هون بيحلموا فيها فعليا. لا تشوفوا، لا تغركم العالم والسيارات اللي موجوده هون وكذا، هن فعليا ما عم يشتروا، إنه فقط عم يطلعوا بدل ما يعملوا شوبينج عم يعملوا شوفينج. يعني احنا فعليا المطعم اللي هلا اكلنا فيه اللي كان الفاتوره تقريبا طلعت على الشخصين بحدود 250 او 3 قديش طلعت؟ 250 ليره. 250 ليره. احنا حرفيا اكلنا باحسن مطعم واغلى مطعم، اخذنا احسن فطور واحسن غداء. حتى هي مثلا تبع النسر اخذ الزلمه 50 ليره، يعني شيء يعتبر جدا غالي. في ناس تاكل باليوم 50 ليره. هي ال $10 نحن صرفناها باحسن الاشياء اللي انت حاليا ممكن تاخذها بإدلب، ولكن هي ال $10 نفسها فيك تعمل فيها كثير اشياء تانية. في ناس مثل ما حكى صديق بتكفيهم اسبوع كامل هي ال $10 نفسها. نداء اخير لكل الشباب اللي حابه تدعم شيء، اي شيء لبلدها. انت فعليا ال $10 عم تطلع فيها مع الشباب بدل ما تطلع فيها مثلا مره بالاسبوع. او انت، انا متاكد انه 3/4 الشباب اللي باسطنبول او باماكن ثانيه هنا فعليا كل يوم بيحطوا 350 او $10 او 15 او 20 بلمح البصر. مره بس من المرات حاول انت ما تنزل مع الشباب وقول يا ربي انا بدي اتصدق فيها لهي ال $10 لعائله. $10 هي برايك ما حتساوي شيء، بس لكن فعليا هي حتساوي كثير شغلات هون لعائله موجوده بإدلب. يعني اجماع الشباب جمعوا العشرات دولار، هي العشرات عشرات بتجمع $100. انتم فعليا فيكم تعيشوا عائله شهر كامل ب $100. وشكرا. طبعا انا عازم بلال هلا شوي ثاني بدي اروح عندي على البيت فعازمه، رغم انه هو اكل طعمي ورا والله بلاني بيك عزيم. وعمل هيك. والسلام عليكم. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. كان معكم بلال وصديق، وانا رح اكون معكم بالعاده. اليوم بس صديق معنا، ان شاء الله يطلع معنا مرات قادمه ان شاء الله اذا عجبه الموضوع. ان شاء الله بالشام. اليوم كنت نايم عنده البيت، ولكن الله يجزيه الخير ما قصر بصراحه. طرب. دعمونا، ابعتوا لنا مصاري، خلينا كمان نعمل فيديوهات ثانيه. يلا مع السلامه. السلام عليكم. اطلع. سلام. مع السلامه. لك انا بدي اعملها اي بعد. مع السلامه. ايوه خلاص هيك.